بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده المجمع الطبي موجود النهارده في السلخانه. المجمع فيه تقريبا كل التخصصات، بطنه ونساء وولاده وعيون وجراحه واسنان واطفال. ازاي حضرتك؟ تقول ايه النهارده؟ والمجمع مليان النهارده بكل التخصصات، وقال لي بعد الصلاه باذن الله هيبقى موجود فيه نظارات. ربنا يكرم اللي هو عامل العمله ديت عشان الناس الغلابه دول والله. انت شايف الدكتور رضا عبد السلام نموذج رائع لعضو مجلس النواب. هو يستحق ايه؟ هو يستحق كل حاجه. ربنا يستحق له للناس الغلابه. وحاسس ان الخدمات المتكامله بتتقدم النهارده من خلال المجمع. كل حاجه هو عاملها. كل سنه وحضرتك طيب. ومعايا حد من المنظمين. ازي حضرتك؟ الحمد لله والله كله تمام. تقول ايه النهارده؟ الحمد لله يوم جميل والدكاتره كويسين حاسس ان فعلا الناس كلها مستفاده وكل واحد طالع على قدم وساق ان فعلا خدمات متكامله. ايوه، دكاتره قلب وبطنه وعيون وانف واذن وحنجره واعصاب، وفي دكاتره كتير. تقول ايه النهارده؟ وفي هنا تغذيه علاجيه وعلاج طبيعي، يعني تقريبا شامل كل التخصصات. الحمد لله، يعني حاجه كويسه ان في تغذيه علاجيه اللي عايز يعمل تغذيه علاجيه. طب تقول ايه وانت من ضمن فريق التسجيل؟ حابب اشكر الدكتور رضا طبعا اول حاجه على المجهود العظيم اللي عمله معانا، وعلى اللي بيعمله معانا دايما، وعلى مجهوداته معانا. كل سنه وانت طيب. ومعانا احد الدكتور المنظمين الاول. ازي حضرتك؟ طب بعد اذن ثانيه واحده، الكشف دلوقتي بعد الصلاه يا روح. اتفضلي حضرتك انتظري، الدكاتره هيبتدوا شغل بعد الصلاه ان شاء الله. في كل حاجه تحليل. ازاي حضرتك؟ انت جاي النهارده تحلل ولا تكشف ولا جاي لايه؟ تحلل. حاسس ان فعلا المكان النهارده يستوعب حاجات كتيره، انت تقريبا كل التخصصات، واحنا مع الانسان محدود الدخل في كل مكان. ان شاء الله كله تمام والله، كله تمام. يعني انت وانت جاي حاسس ان انت مقتنع ان تقدم لك خدمه فعلا انت محتاجها؟ اكيد طبعا، اكيد يعني اكيد، لان في ناس مش قادره تدفع التذاكر بتاعت الكشف والكلام ده. لا هنا كله بالمجان يا استاذه، كله الحمد لله. بالمجان. يعني في قافله زي كده بتخدم الناس يعني. طب كل سنه وانت طيب. وتقولي ايه حضرتك؟ عرفينا بيك الاول. استاذ احمد سليم. استاذ احمد ده القائد بتاعنا. ازي حضرتك؟ ده القائد بتاعنا ومنظمنا كلنا. تقول ايه النهارده عن القافله الطبيه اللي بتخدم فعلا المنصوره والاقاليم برضو، لان جاي ناس من الاقاليم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي القافله الخامسه لمكتب النائب الاستاذ الدكتور رضا عبد السلام عضو مجلس النواب ورئيس جمعيه انماء مصر. جمعيه انماء مصر عامله بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد عبد الوهاب وجمعيه الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب لرعايه مرضى زراعه الكبد، وفي نفس الوقت عاملين برضه بروتوكول تعاون مع الاستاذ الدكتور جمال شيحه رئيس جمعيه رعايه مرضى الكبد ومستشفى الكبد المصري. دي القافله الخامسه. لنا بمشيئه الرحمن كشوفات وتحاليل واشعه وصرف العلاج مجانا بالكامل. احنا شفنا الخدمات متكامله، قرينا اليافطه واحنا داخلين، بطنه وقلب وعظام وقالوا لي كمان العيون وقافله العيون بعد والمخ والاعصاب والاوعيه الدمويه. معانا اساتذه جامعه ما شاء الله عليهم يعني. تقول ايه النهارده؟ والدكتور رضا عبد السلام فعلا احنا بقينا نجري له على الانتخابات وفرحانين، لان كنا عارفين انه هيقدم للشارع المنصوري حاجه جديده. الدكتور رضا والفريق اللي معاه، الفريق الصحي اللي معاه، كلهم الحمد لله بنقول احنا بنشتغل لربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. الدكتور برضو شيحه شايفينه في شربين عامل شغل جميل. الخدمات الصحيه ما حدش بيتاجر بيها، الخدمات الصحيه هي لربنا سبحانه وتعالى. الفقير والمريض محتاج اللي ياخده في حضنه ويحن عليه، والحمد لله احنا واخدين الخط ده. مش هنسيب مكان داخل مدينه المنصوره الا باذن الله الخدمه الطبيه المجانيه هتوصل له. الوضع الثاني ان احنا بنتابع المرضى. خلصنا النهارده. بشر اهل المنصوره بخبر جاي. القافله الجديده هتبقى امتى باذن الله؟ القافله الجديده احنا كنا محددين قافله يوم 29/5
وباذن الله ممكن 29/5 هتبقى في اجازه عيد باذن الله. في اول 6 في العيد على طول بمشيئه الرحمن بنعملها، وبنعملها في منطقه ثانيه. احنا عملنا قافله في صندوق، عملنا قافله في عزبه الصفيح، عملنا قافله في اورنجيل، عملنا قافله في المجزر. القافله الخامسه النهارده هي في السلخانه باذن الله. كل منطقه في المنصوره بمشيئه الرحمن وعد علينا قطعناه مع الوزير الدكتور عبد السلام ان باذن الله بنتواجد معاهم خدمه مجانيه لوجه الله سبحانه وتعالى، مش عشان انتخابات. يعني هو ناوي يلف المنصورة من حيها شرق الغرب الجنوب بحيث ان ياخد الخدمات كلها لاهل المنصورة. دي الحقيقه اللي احنا شغالين عليها. دي الحقيقه اللي احنا وتقول لكل عضو فعلا بيحط لمسه على ايد المواطنين، واحنا اللمسه النهارده شايفينها، تقول له ايه؟ واحنا عايزين فعلا كل النواب يقتضوا بالدكتور رضا عبد السلام. احنا النهارده المنصوره محتاجه كل النواب. احنا ما احناش فريق او بننافس بعض. المريض او المواطن محتاج الخدمات، اللي يقدر يقدم خدمه لوجه الله يقدمها. احنا واخدين طريقنا وبندعم اي عضو مجلس نواب عايز خدماتنا معاه، احنا معاه لربنا سبحانه. معنى كده ان هو الفتره ديت باذن الله ناجح، يعني كل نائب هيدي لدايرته ويقف جنب دايرته مش هتتخلى عنه ابدا. اكيد باذن الله. انتخابات اللي بيشتغل انتخابات لا مش على الانتخابات. انا لما باجي احط صوت دلوقتي بحس ان الانسان ده قدم كذا فتره ورا من بعض، بقول هو افضل اللي يدي. فاحنا النهارده بنقول للمصريين في كل مكان، النهارده المنصوره والدكتور رضا عبد السلام النموذج الرائع للمصريين، تقول ايه وتسمعهم ايه وتعرفهم ان رضا عبد السلام فعلا عضو النواب النموذج الناجح بيقدم ايه غير القوافل الطبيه. لا الدكتور رضا عبد السلام اسمعي كلماته في مجلس النواب. الدكتور رضا عبد السلام عمل طفره في مجلس النواب بالكلمات اللي بيقولها، سواء في القروض المصريه، سواء في المعاشات، سواء في الايجار، سواء الكلام ده كله. الحمد لله لان ده قامه علميه كبيره قوي. احنا معلش يعني بنستفاد منه وقدر الدكتور رضا على مستوى الجمهوريه كله عارفينه. الخدمات اللي احنا بنقوم بيها خدمات مكمله فعلا لدور النائب. يعني مش هنقول ان هو تشريع ورقابه، لا، فريق العمل اللي معاه قايم بمجهود في المجال الطبي وفي كل المجالات على اعلى مستوى. احنا مش هنسيب المواطن. بنقول للمواطن المصري والمواطن المنصوري بالظبط، انت فعلا مع قائمه نجاح متكامله وخدمات طبيه وخدمات تانية كتيره. اهل المنصوره كلهم في عينينا وفي القلب ومش هنسيبهم. كل سنه وانت طيب. متشكره معاليك. ومن المنظمين النهارده هي طبعا حد جميل وحد شغال على نفسه واشتغل كتير، وانا اعرفها من سنين عديده. زي حضرتك. الله يسلمك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه وشرفتينا ونورتي القافله كلها والدنيا كلها يا حبيبتي. الدنيا منوره بيكم، منوره فعلا ان يبقى الشغل الجميل ده على ارض المنصوره. الله يكرمك. الله يكرمك. تقولي ايه النهارده وانت مع عضو نواب سايب وساب بصمه من ايام ما كان وزير محافظ وزير، والنهارده او عضو نواب؟ حبيبه قلبي، انا طبعا فخوره جدا بالشغل مع القيمه والقامه دي، اللي ماسك حافلات طبيه كتيره، اللي بيخدم اللي يعرفوا واللي ما يعرفوش، بيرد على التليفون يا فندم وقدامنا لو اي تليفون ضرب عليه تمام وهو مشغول بعد كده بيتصل بيه، هو اللي بيتصل بيه، بنشوفه، بنوزع الخدمات على بعضين، خدمات منظمه لحب ربنا ثم للشعب كله. احنا خادمين للناس كلها لوجه الله، لا نريد منهم جزاء ولا شكور، انما الشكر لله وحده. لوجه الله. وانا سعيده بيكي وسعيده فعلا ان الشغل ده قايم من مجمع القاضي الطبي في السلخانه، وان الناس تحت وجوه وبره كله موجودين. احنا شفنا الدكاتره اهوت. كل التخصصات. تحبوا تقولوا حاجه؟ هو صراحه ما انتش حاسه يا حاجه بفرق فعلا ان المنصوره فيها الوقت خدمات كتيره؟ ايوه فرق جامد. يعني تحبي تقولي ايه للراجل الطيب اللي انت قاعده على حسه النهارده؟ الله يصلح حاله ويديله الصحه يا رب. وانت كبنوته صغيره وداخله على الدنيا وتشوف الدنيا وتشوف الناس بتجتهد ان هي فعلا تعمل عمل، تقولي ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت تقولي ايه عيله يا صغنونه؟ شكرا.
شكرا. ومن فريق التنظيم ازي حضرتك؟ الحمد لله معاكي احنا مدام شفنا ما احنا شفنا الناس النهارده، ايه رايك؟ اولا احنا كل اللي بنعمل احنا من عاملين مع الدكتور رضا رحنا حبا فيه تطوعا في الخير، لا نتقاضى اجر من اي حد، بنعمل اي مواطن منصور. كل الخدمات الوطنيه اصلا بتبقى لوجه الله وللناس وللمجتمع، وبتبقى خروج مننا ان احنا فعلا بنقدم للمجتمع خدمه إنسانية وتليق بالمواطن المصري أيا كان طبقته أو تفكيره الاجتماعي. إحنا كلهم عندنا سواء، من أول العامل البسيط اللي ما يعرفش يقرا ويكتب لغاية الدكتور، أي حد طالما في الدايرة بتاعتنا وطالما تبعنا إحنا من حقه علينا نقدم له، حتى لو ما انتخبناش، حتى لو مالناش دعوه بالانتخابات، احنا بنعمل لوجه الله. يعني عندنا جمعيه انماء احنا بنروح لحالات بيوتها وندرسها ونتاكد من احقيتها للعلاج او للمعيشه. بنعمل شهريات للارامل والمطلقات. بنعلم الستات، عندنا جمعيه انماء بتعلم الستات الكروشيه وشغل اليدوي عشان تبقى امراه عامله مش محتاجه لحد. ده المطلوب من كل مواطن. لا ما بندي، مش مجرد انك تدي قرش وتاني يوم ما يلاقوهوش، لا احنا قبل ما ندي القرش لو تعرفي تعليمي صنعه بنعلمك الصنعه اللي تجيب لك دخل، ونعمل لك معارض. بنعمل معارض نادي الجزيره ونادي الحوار وفي الاستاد وفي كل مكان بنطرق باب عشان نعلم الناس. واخر حاجه امبارح كان انا في ندوه او في تعليم نستخدم ورد النيل بدل ما هو بيضرنا في الميه وسيء. علمنا الناس الجمعيه المسؤولين في الجمعيه هيطلعوا من منتجات يبيعوها وتجيب لهم دخل. وهي دي مصر، وهي دي المصريين، وهي دي القوافل الطبيه. ازيك يا مدام يا انسه تقولي ايه النهارده واحنا في القافله بتاعت الدكتور رضا عبد السلام؟ وفعلا حاجه جميله وخدمه للمواطن. ما شاء الله حاجه تشرف، وربنا يجعله في ميزان الحسنات اللي عملوا القافله ديت، لانها يعني بتساعد الناس اللي هم على قد ظروفهم ما هي السامحه ان هم يكشفوا عند اي دكتور. ومن هنا كان لقائنا بالاستاذه امل النهارده، هي من بلقاس ونموذج رائع لاهل بلقاس ولكل الناس في كل مكان. سعدت بكم، كان معكم الاعلاميه سهير يوسف من خلال برنامج صوت الحياه.